السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأتم حال. سامحوني بقى لأن والله النور قاطع عندنا فجأة كده. هو مش فجأة، هو بصراحة كل يوم بيقطع. فأنا بس هفتح الشباك بس عشان ايه أعرف أنور لنفسي بس أخف المهرجان دوت. كل يوم يقطعوا لنا النور، كل يوم يوماتي والله. مش عارفين نعمل أي حاجة خالص بصراحة يعني كده، لغاية ما الواحد خلاص والله. بس الشباك تمام. بس ينور لنا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يعني دوت تاني يوم بتاع الصلصة. بصوا الدنيا مبهدلة خالص. وطبعا انا سبت ده عشان خاطر ايه تهدى شوية. وقلت بقى ايه يعني تاني يوم اعبيها عشان ايه كانت سخنة بصراحة، كانت مولعة. فيلا بقى نسمي بالله كده نشوف هنعمل ايه. وخليكم معانا لاخر الفيديو. ما تنسوناش بالله كل اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا يا حبايب قلبي. طبعا الحاجه لو ما كنتش تعمليها في وقتها ما بتتعملش. تمام. عادي بقى كل الكميه ده اهو. صراحه الدنيا كانت هايصه امبارح، وانا من كتر والله العظيم التعب ما قدرتش. بحط فيها كمان عشان ايه ابص على نفسي كده. بصوا هي ما شاء الله يعني ولا تقيله ولا خفيفه، هي كده كده ايه مظبوطه. يعني يعتبر اللي هي متسبكه نص التسبيكه. حتى انا هنزل اعمل محشي يعني هاخد منها، لان النور قاطع طبعا مش هينفع اضرب قوطه، هضطر اخد منها وخلاص. ما احنا عاملينها ليه لحاجه زي كده. عارفين بقى احنا انا بحب اعملها بالطريقه دي عشان خاطر لو الكهرباء قطعه ولا اي حاجه يبقى حاجتي جاهزه عندي. طبعا انا ولا حاطه زيت ولا حاطه اي حاجه خالص فيها. نخرج بس الهواء اللي فيها كده عشان ايه يبقى مواعين قد ايه. كنا عاملين برضو العشاء امبارح. بصراحه والله العظيم من التعب سبت كل حاجه. قلت لا انا مفايقه بقى. وما اشوف اللي ورايا. طبعا مواعين وترويق ومحشي ده كله في يوم واحد. هتلاحقي ازاي بقى؟ لازم تصحي بدري. كل قسم ده هو يعمل لك يعني محشي حلو كده، حله محشي مع بعض. هو اخر ترتيب خلاص كده. بس يا رحمه تمام. ما نسيبش اي حاجه خالص لان كل حاجه بفلوس وكل حاجه غاليه وكل حاجه ما بتجيش الا بالتعب والله. كده خلاص اهو. يلا بقى هنعمل ايه؟ نحطهم في الفريزر
هقفل معاكم بس عقبال ما ادخلهم اللي هحطهم بقى في الفريزر. بصوا حبايب قلبي، هاتي الفريزر بتاعنا بقى نرص فيه. طبعا هنا مفيش الا كمية الصلصة زي ما انتم شايفين اهو، مفيش تاني يعني. عايزه ارص رصه ما يتشالش تاني من مكانه، وفي نفس الوقت اعرف اجيبه بسهوله. شايفين كده؟ لو في بقى سبت ولا اي حاجه عندك كان هيريحني بدل بصوا حط كده حاجتنا اللي بنستخدمها فوق الوش. طبعا عقبال ما يجمدوا وبعد كده ايه تشيلهم بسهوله. تمام، يلا بينا بقى شويه. في حته مضايقه بس كده. بصوا بقى انا هقومها كلها كده عشان خاطر ايه اعرف اوقف على نفسي. تمام، والشيخ يحط شطه حلوه ما ينفعش لان النور قطع ومفيش ميه، انا راح اوصل هنا بسبب اكتر. انتوا شايفين نوسع المكان ننضف الحوض. ما شاء الله مواعين الهد. كده ايه خلصنا اول مهمه صعبه اللي هو تفريز الطماطم. بس يا رودي عشان بصور يا رودي. اقفلي البلكونه عشان اختي. هتقفلها لك اهي يا رحمه. انت غسلتي الخلاط ازاي؟ بميه ولا بسلكه؟ سلكه؟ ما غسلتيش الغسله. ده انا قلت هقوم الاقي كل حاجه جاهزه. استهان بقى محشي. تستخدموا نوعين قد ايه عشان عجبتكم.
افنش مع الزحمه بقى. يا رودي ما تضايقهاش يا رودي. على الكومودينو يا رحمه اللي فيه العلم. دي معمول بسلطه. انا هغسل المواعين ومش عارفه تمسحها. ماشي، كل واحد يعمل حاجه كده قبل ما انزل اخدها. يا بنتي يا ريت شوفها عايزه ايه. هنا بقى انا كنت خلصت خلاص اهو، وروقنا المطبخ زي ما انتم شايفين، مسحناها اهو، ورجعنا تاني المواعين تاني فوق ورصيناها، وقفلنا الشباك والنور جه كمان. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، والحمد لله كده قضينا يومنا اهو. وخزنا الطماطم بتاعتنا خلاص، وغسلنا البوتاجاز بتاعنا المتواضع الصغنن. بس حبايب قلبي كده، اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونوش بالله كل